ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معادنا مع الحلقه الثانيه في اعلانات جوجل ادز. النهارده هناخد اعلان جديد اسمه اعلان الشبكه الاعلانيه. طيب ايه هو اعلان الشبكه الاعلانيه؟ لو مثلا دخلت على موقع زي موقع المصري اليوم، هنلاقي اول لما بيفتح معايا الموقع بيظهر لي هنا اعلان ترايدنت، ولو وقفت على الاي هنا بلاقي قدامي اعلانات جوجل. عندي مثلا، وقف الاعلان ده، عندي اعلان كويك بوكس، عندي هنا كلوريتس، عندي اعلانات، كل ديت موجوده اعلانات جوجل اهي. ادي اعلانات جوجل، ادي اعلانات جوجل برضه، تمام. ولكن عندي هنا مثلا مكان زي اعلان مصلحه الضرايب، ده مش اعلان جوجل لان ما فيهوش الاي والاكس اللي موجودين هنا ومكتوب عليهم اعلانات جوجل. لكن مصلحه الضرايب راحت كلمت المصري اليوم وقدرت ان هي تحجز المساحه ديت من موقع المصري اليوم، بدل ما تدفع لجوجل وجوجل يدفع للمصري اليوم ويبقى في عموله في النص. لا، هي راحت مباشر على المصري اليوم ووفرت تكلفه معينه. كده احنا عرفنا ان الشبكه الاعلانيه هو بيكون اعلان موجود في مواقع، يعني مثلا اعلان كلوريتس الاعلان بتاعه موجود في موقع زي موقع المصري اليوم، زي البنرات اللي بتبقى موجوده في الشارع وانا ماشي بالعربيه بقدر ان انا اشوفها. طيب عندنا هنا سؤال مهم، ليه كلوريتس خلت الاعلان بتاعها يظهر في المصري اليوم موقع اخباري، ما خلتوش مثلا يظهر في موقع رياضي مثلا زي يلا كوره او يلا شو؟ هنا كلوريتس كانت مذاكره كويس ودخلت على جوجل ترند وعرفت ان الترند اللي موجود دلوقتي هو الترند عن اخبار، فقدرت ان هي تقرر ان الاعلان بتاعي يتحط في المصري اليوم في اليوم السابع اي مواقع اخباريه. فاللي هيحصل كالتالي، كلوريتس راحت لجوجل ادز وقالت له انا عايز اعمل شبكه اعلانيه على موقع المصري اليوم وموقع اليوم السابع. طيب سؤال، هل المصري اليوم واليوم السابع هما بس المواقع الاخباريه؟ لا طبعا، في مواقع كتيره، ولكن هنفترض ان انا مش عارف غير المصري اليوم واليوم السابع، فهنقول لجوجل ادز ان انا عايز اعلان يظهر في المصري اليوم واليوم السابع واي مواقع اخباريه. طيب تعالوا كده بسرعه نشوف الكلام ده حصل ازاي. بنفتح اعلانات جوجل وبعد كده بندوس على حمله جديده، حمله جديده من هنا، وبعد كده بندوس زي ما احنا متفقين انشاء حمله ضد تلقي ارشادات، وبعد كده بنختار اعلان الشبكه الاعلانيه. بيقول لي دخل الموقع الالكتروني لنشاطك التجاري. طبعا هنفترض ان انا مثلا ماسك شركه، ولنفترض مثلا شركه فلاين للطيران، باخد اللينك بتاعها وباجي هنا في اعلانات جوجل بكتب هنا اسم الحمله، ونفترض مثلا فلاين اعلاني هيبدا النهارده 28.7 دوت مثلا هينتهي، ونفترض مثلا 7.8 دوت 1000 جنيه، ونفترض يعني. بعد كده بدوس على متابعه وادوس على بدء الحمله الاعلانيه، اختار مثلا مصر، او لو انا عايز اختار موقع معين ونفترض مثلا القاهره، وبقول له ان القاهره دي الهدف. مثلا عايز ازود معاها الجيزه، بقول له برضو ان الجيزه دي الهدف. وعندي بيقول لي خيارات الموقع الجغرافي، عندي التواجد والاهتمام والتواجد. طب ايه الفرق ما بينهم؟ برغم ان انا مختار الجيزه ومحافظه القاهره، ولكن ممكن يجي لي حد من محافظه الاسكندريه، ممكن يجي لي حد من محافظه دمياط. طيب ازاي الكلام ده؟ لو انا مخليها التواجد او الاهتمام، ده معناه اي حد موجود في محافظه القاهره والجيزه. افترض مثلا محطه مصر اللي هي في رمسيس، في ناس مسافره مثلا جايه هنا عند قرايبها، جايه هنا زياره يومين ثلاثه، المهم ان هم دلوقتي موجودين زياره فين؟ في القاهره او الجيزه. فانا لو قايل التواجد او الاهتمام، الراجل ده لو موجود في القاهره والجيزه ومهتم بالاعلان بتاعي اللي هو اعلان مثلا الطيران، فمفيش مشكله ان جوجل هيوري له الاعلان بتاعي. ولكن في حاله ان انا قلت له التواجد، فهيجيب لي بس الناس اللي في القاهره والجيزه اللي طبعا مهتمين بالاعلان بتاعي، بس الناس اللي عايشه في المكان ده. طيب امتى ممكن اخليها التواجد او الاهتمام او التواجد؟ طبعا انت فهمت الفرق، تقدر ان انت تكرر. ولكن انا هنا مثلا لو انا هختار التواجد او الاهتمام على سبيل المثال، ممكن لو انا مثلا هعمل اعلان لفنادق علشان انا عايز الناس اصلا المسافره اللي موجوده في مصر تنزل عندي في الفندق، او لو انا اعلاني لشركه طيران فالناس اللي جايه عندي ممكن تسافر تبقى مثلا القاهره دي ترانزيت، ممكن تسافر لبلد تانية من خلال القاهره او الجيزه. طيب بننزل تحت اللغات، بما اني انا في مصر فاختار اللغه العربيه واللغه الانجليزيه. بعد كده هنزل عند اعدادات اضافيه، ممكن ما اجيش عند اي حاجه من دول، ولكن هاجي بس عند تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء، وهقول له انا عايزه يبدا من يوم 28 ليوم مثلا 8، وبعد كده بدوس على التاني. بيقول لي ضبط متوسط ميزانيتك اليوميه. طبعا هنا مش اللايف تايم او الاجمالي الحمله، هنا بيقول لي متوسط ميزانيتك اليوميه، هنحط مثلا 100 جنيه. طبعا ده على سبيل المثال يعني. هنا بيقول لي ما الذي تريد التركيز عليه؟ الزيارات عاليه الجوده ولا الظهور قابل للعرض؟ طبعا انا هخليها الزيارات عاليه الجوده. وايه الفرق ما بينهم؟ الزيارات عاليه الجوده لو انا عايز الشخص اللي قدامي يفتح الموقع اللي انا حاطه في المصري اليوم
ويتغلغل فيه، يقعد على الاقل دقيقه، دقيقتين، 5 دقائق، 10 دقائق، وقت كبير، وممكن يؤدي ان هو يشتري. مثلا لو انا الموقع بتاعي موقع امازون، يخش ان هو يشتري. لو انا الموقع بتاعي موقع طيران، يخش ويحجز تذكره. لكن هنا الظهور القابل للعرض هو بس مجرد ان هو اعلانك ان هو بس هيتفتح كده هنا في المصري اليوم. تمام. والله الناس شافتها، تمام، كده كده اتحسب عليك. الناس دخلت وبعد كده خرجت، برضو مفيش ادنى مشكله. فانا طبعا بالنسبه لي انا عايز اعلاني يكون زيارات عاليه الجوده، علشان اضمن ان نسبه كبيره من الناس هتحاسب عليها لما تخش وتقعد شويه حتى وتفهم الموقع ده ايه، وتفهم الشركه فلاينج، وتخش ان هي ممكن تحجز تذاكر. طيب بيقول لي كيف تريد الحصول على الزيارات عاليه الجوده؟ هنا بيقول لي تلقائيا ولا يدويا؟ فانا بقول له طبعا تلقائيا. طيب برضه عايزين نفهم ايه الكلام ده. لو انا خليتها يدويا يا شباب وحطيت مثلا هنا سعر جنيه، هنا بقول له لما يكون في منافسين كتير. طبعا احنا عارفين لما يكون في منافسين كتير يا شباب في الاعلانات، كل ما بتكون التكلفه زياده، تكلفه العميل الواحد اغلى من لما تكون المنافسين اللي موجودين في السوق قليله. يعني على سبيل المثال، كم شركه منافسه عايزه تظهر في المصري اليوم في المكان ده؟ كلوريتس وترايدنت وشركه اورنج وشركات كتيره جدا، صح؟ طيب كل ما يكون عدد الشركات ده كبير، عدد المنافسين كبير، كل ما تكلفه ان انا اظهر هنا لعميل، تمام، هتكون اغلى من لما عدد الشركات المنافسه تقل. وبالتالي انا هنا لو انا مثلا حاطط بادجت معينه قليله، مثلا حاطط 100 جنيه في اليوم على سبيل المثال، فانا عايز اعلاني يظهر بالكتير قوي، اقصى حاجه ليه ممكن تبقى الظهور الواحد للاعلان للعميل الواحد جنيه، يبقى هنا هحط جنيه. لو انا اعلان هيظهر في اليوم للعميل الواحد بجنيه وقرش، اعلاني مش هيشتغل. لو اعلان هيظهر ب 99 قرش، اعلاني هيشتغل. لو اعلان هيظهر بجنيه، اعلاني هيشتغل. طيب انا ما اعرفش اصلا يعني اعلاني هيبقى بكام. فانا طبعا في البدايه بحب ان انا اخليها زياده عدد الزيارات الى اقصى حد تلقائي، وبعد كده بدوس على التاني. هنا بقى الاعلان ده اهم حاجه في الاعلان، بيقول لي اضافه استهداف. عندي اقدر استخدم 5 استهدافات. اول 3 احنا عارفينها، اللي هو شرائح الجمهور، اللي هو عايز مثلا الناس المسافرين او الناس المهتمه بالرحلات، لان انا شركه طيران. فهقول له انا عايز الناس المهتميه مثلا بالرحلات، رحلات مثلا الى ملغا، رحلات الى هلسنكي، رحلات. تمام. انا عايز الناس المهتميه بالرحلات. طيب اجي هنا عندي اضافه استهداف تاني، اخش على الخصائص الديموغرافيه. ده طبعا بيقول لي انت عايز اعلانك يظهر للسيدات او الذكور او غير معروف. غير معروف ده يعني ايه يا شباب؟ يعني لو انت مثلا واحد داخل على جوجل من غير لما يكون مسجل الجيميل بتاعه، تمام، فطبعا جوجل مش عارف هو انت مين، انت راجل ولا ست ولا ولد، كبير ولا صغير، ولا سنك ايه بالظبط. طيب عندي استهداف تاني وهو استهداف الكلمات الرئيسيه. طبعا الكلمات الرئيسيه احنا خدناها المره اللي فاتت، دي طبعا الكلمات اللي موجوده عندي جوه الموقع. بعد كده بنزل تحت، عندي 2 بقى جداد علينا، المواضيع ومواضع الاعلانات، وده اللي انا كنت شارحها في البدايه خالص. تعالوا نبدا الاول في مواضع الاعلانات. لو انا دخلت على مواضع الاعلانات، بخش على كلمه ادخال، وبعد كده بقول له انا عايز اعلان يظهر في موقع المصري اليوم. باخد اللينك بتاع المصري اليوم وبقول له اضافه موقع اعلان، هيظهر هنا عندي على الشمال. طيب بفرض ان انا برضو عايزه يظهر في اليوم السابع، اخد اللينك بتاع اليوم السابع، اجي برضو هنا ودي احط اللينك بتاعي، وهكذا اقعد ان انا اجيب لينكات كتير. انا برجح وبقول لجوجل يفضل ان اعلاني يظهر في المواقع دي. طب نفترض انا ما اعرفش غير موقع اليوم السابع وموقع المصري اليوم، وانا عايز ان انا اكمل اعلان يظهر في مواقع اخباريه فقط، تمام. فبفتح عندي حاجه اسمها المواضيع، وبقول له انا عايز اعلاني يظهر في صفحات ويب وتطبيقات وفيديوهات عن موضوع معين، اللي هو مواضيع اخباريه، تمام. ومش بس كده، مواضيع اخباريه تكنولوجيه، رياضيه، صحيه، عالميه، محليه، وهكذا. بعد كده بدوس على التالي يا شباب. بعد كده بنزل ببتدي ان انا اظبط شكل الاعلان بتاعي. بكتب هنا، هنلاقي دايما في كلمه مطلوب تحت، اي حاجه تحتها كلمه مطلوب دي مهمه جدا ان انا املاها. رحلات طيران، مثلا هنا اختار صوره، ونفترض طبعا الصور دي لازم تكون ليها مقاس معين. اول يا شباب لما املى كل المطالب اللي موجوده، هنلاقي دايما ان الموقع ان الاعلان بتاعي ابتدى يحمل معايا.
بالظبط دي نفس الاشكال. طبعا كل ما الصوره يا شباب تكون الديزاين بتاعي يكون المقاس بتاعه مظبوط، طول لما الاعلان هيكون افضل وافضل. بعد كده يا شباب بنزل تحت بدوس على التالي. طبعا انا سرعت شويه في التفاصيل ان انا اكتب الاعلان بتاعي، ولكن طبعا دي حاجه مهمه جدا ان انا اعمل الاعلان. بعد كده يا شباب بندوس على التالي عادي جدا. بعد كده بيقول لي زي ما احنا عارفين براجع الاعلان بتاعي، وبعد كده بدوس على نشر الحمله. وطبعا نكون حاطين فلوس قبل ما نبدا في الاعلان. حلقتنا النهارده خلصت، يا رب تكونوا استفدتوا. لو في اي اسئله ممكن تكتبوها لي في الكومنتات او تبعتوا لي على الخاص عادي، مفيش اي مشكله. اشوفكم الحلقه الجايه.